انتكست، مش مهم بقى ليه وازاي، ولا وقعت بالتدريج ولا مره واحده. تعالى جنب اخواتك، خش في الصف، الطابور طويل. شايف محمد اللي هناك ده اول واحد في الصف؟ اهو ده بقاله 20 سنه مش عارف يرجع زي ما كان زمان، وهو واقف مستني. واللي في نص الطابور على الارض دول محمود واحمد وحسين مش مريحين، لا ده هم ماتوا كده في الطابور قبل ما يجي عليهم الدور ويرجعوا زي زمان. على فكره الطابور هنا بينزلوا فيه مشاريب اجباري. الويلكم درينك هنا اسمه عصير الذكريات، تاخد بق تفتكر جريك على المسجد وقت الصلاه، البق التاني تفتكر لما كنت بتحفظ قران وانت صغير، البق اللي بعده صلاتك بالليل. عندهم برضو عصير النزوات، ده بقى كل بق بغلطه تقعد تشرب وتفتكر. خد بالك الناس دي كلها كوم، واللي واقف في اخر الطابور هناك ده منتكس بواسطه، مشهور عندنا في الطابور بمنتكس سوبر. في المرحله دي انت خلاص اصلا فكره الرجوع ما بقتش تجيلك، او بتجيلك طشاش كده كل فين وفين، ولما تجيلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول له والله ابدا انا هكمل عك لوحدي ما توسوسليش. عيب يا جدع ما تصغرناش، وانا هستناك توسوس لي. انت دلوقتي مع المغضوب عليهم اللي الناس كلها بتدعي كل صلاه انها ما تكونش منهم. الخروج من الحته دي محتاج معجزه، ومش عايز احبطك بس اغلب اللي دخل هنا ما خرجش تاني. استنى انا جات لي فكره، افتح المصحف اقرا ايه واحده. انت يا عم جاي تهزر؟ هي دي الفكره، هي دي الفكره. اه والله العظيم زي ما بقول لك كده، ولو مسكت في ايه واحده بس في اليوم المعجزه اللي بقول لك عنها دي هتحصل. يا ابني اللي حط لك الاختبار هو اللي قادر انه ينجحك فيه، هو بس بيوريك انك لو لوحدك هتقع على وشك. انت عارف ان من اسباب الانتكاس اصلا ان ما كانش فيه عمل حتى لو بسيط جدا بس مداوم عليه كل يوم، وانك كنت دايما يا اما في الفورمه يا اما فاجر، مفيش في النص. كل حاجه كانت بالنفس، نفسك تقرب من ربنا بتقرب، نفسك تكسل بتكسل. وديك شايف النفس اخرتها ودتك فين. اشبط في الحاجه اليوميه اللي ما تتنازلش عنها ابدا، صيف شتاء اجازه امتحانات سليم عيان. محدش هنا في الطابور ما كانش في السليم، كل دول كانوا فراوده خد بالك. سلام.